السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة. ان شاء الله هنعمله مع بعض الحواوشي الجميل اللي قدام حضراتكم ده. هنعملوه مع بعض بالعيش البلدي بطريقة اقتصادية جدا. هنعمله في حدود 15 رغيف بربع فرخة. ان شاء الله طريقة اقتصادية جدا واضافات اقتصادية جدا. تنر رضاكم. قد ايه ريحته جميلة وشكله جميل وطعمه اجمل. يلا كده نبتدوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا صدر الفرخة. رايح امسكه اقطعه مكعبات بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بعد كده بقى رايح اخده افرمه في الكبة بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. بعد ما فرمته معايا هنا بقى بصلتين كبار وطماطمتين وقرنين من الفلفل. هبدأ بقى اخد البصل ده افرمه كده واضيفه على اللحمة بتاعتنا المفرومة دي او ربع الفرخة ده. وبعد ما افرم البصل هبدأ بقى اخد الطماطم والفلفل. رايحة افرمهم ورايحة اضيفهم كمان. هما مش هفرمهم يعني جامد. رايحة اسيبهم كده زي ما حضراتكم شايفين فيهم قطع كده. بعد كده بقى هبدأ عندي هنا قطعة من اللية. مسكتها كده بشرتها في حدود مج كده من اللية. او ممكن بقى لو عندك قطعة من السمنة البلدي، عندك دهنة سايحة المتواجد عندك ضيفيه. انا ضفت هنا في حدود كوباية من الدهن المبشور. المكون الاساسي بقى عندي هنا الفول الصويا. في حدود مج كده مسكته بليته وصفيته وضفته للحمة او الحاجات بتاعتنا دي. ومحدش يقول بقى ان هو مضر. زي كل حاجة زي ما فيها ضرر فيها فوائد. ادخلوا على جوجل وشوفوا فوائد الفول الصويا. ليه فوائد كتيرة جدا. بعد كده بقى معايا بطاطساية مسلوقة. رايحة اهرسها كده بالشوكة. وهبدأ بقى اضيفها للمكونات بتاعتنا دي. بعد ما ضفت البطاطس هبدأ بقى اضيف نص معلقة كده من الثوم المفروم. لو مش عايزة تضيفي توم مفروم وتضيفي توم بودرة براحتك. هضيف بقى نص حزمة كده من الكزبرة الخضراء. بعد كده بقى عندي هنا مكعبات أنا مفرزاها في البيت. هبدأ أضيف المكعبات دي طعمها جميل جدا. وهبدأ بقى أضيف التوابل بتاعتنا. هنزل بنص معلقة كده من الملح. هبدأ كمان أضيف بهارات مشكلة. كمان هنزل بكمون على كزبرة من كل حاجة كده معلقة. كمان معلقة كده بمعلقة الشاي فلفل اسود. هضيف كمان آه، معلقة من البابريكا. بعد كده بقى هبدأ اقلب. وبعد ما اديها تقليبة كده همسكها بقى اعجنها بايديا علشان المكونات دي كلها تتجانس مع بعضيها كويس قوي. وبعد كده بقى رايحة اضيف في حدود كوباية كده او مج كده من الجبنة الموتزاريلا. لو حابة تضيفي براحتك مش متواجد عندك مفيش مشكلة. انا ضفتها عشان متواجدة عندي. بعد ما عجنتها كويس كده والمكونات تجانست كده مع بعضيها هبدأ بقى أجيب العيش البلدي بتاعنا. والعيش ده أنا كنت عملته معاكم على الطاسة. فما حبيتش بقى أعمله تاني في الفيديو وأطول الفيديو. هبدأ بقى أجيب العيش، بس العيش ده أنا بدل بقى ما عملته في الطاسة اختصارا للوقت رصيته على الصينية كده وسويته في الفرن. هبدأ بقى أجيب المقص وأفتح الرغيف بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وانت بقى بتحشي الرغيف يعني ايه، خلي الطبقة رقيقة ما تخليهاش تخينة قوي يعني طبقة الحشو علشان خاطر لما تسويه على الطاسة أو تسويه في الفرن تستوي معاكي على طول. طبعا حابة زي ما انت حابة بقى في الطاسة براحتك، في الفرن براحتك. انا هنا جبت صينية دهنتها دهنة كويسة كده من الزيت. وبدأت أحشي الرغيف طبقات رقيقة كده وحطيته على الصينية. بعد كده بقى دهنتها كمان من على الوش كده دهنة من الزيت. وبدأت بقى أدخلها الفرن أنا مسخناه طبعا مسبقا. بدأت بقى دخلت الصينية. سبتها كده الأول في حدود 10 دقايق كده الأول. وبدأت أقلب الرغيف كل بقى دقيقتين تلاتة كده تديله تقليبة علشان اللحمة اللي جوه تستوي. طبعا بعد ما طلع بالجمال اللي قدام حضراتكم ده، بسم الله ما شاء الله ريحته كانت قلب الدنيا.
شايفين بقى؟ بسم الله ما شاء الله، مستوي ولونه جميل ومقرمش كده من بره وفي منتهى الجمال. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. كمان الجبنة سايحة وجميلة، ولو حابة تزودي أكتر من كده براحتك. حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.